بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله نحضروا طبق صيفي سهل جدا بالكبده، جا رائع. المهم تبعوا الطريقه، والطريقه راه سهله 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 بمعنى الكلمه. المهم كناخذوا اول حاجه 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت. هاد المعلقه تقريبا كتاخذ مني شي 3 ديال المعالق اللي كنستعملوا عاديين في المطبخ. المهم خديت منهم 4 ديال المعالق. كندير شويه ديال الملحه، وايضا شويه ديال الابزار. المهم كتشوفوا معايا غادي ناخذ القياس ديال الملحه. هذيك راه معلقه، المهم غادي تقريبا شي معلقه صغيره ممسوحه. شويه ديال الابزار. المهم العطريه دائما كديروا القياس اللي كيناسبكم. كنخلي الزيت تسخن، دايره نار متوسطه. المهم ملي كنحس بها هي دفات غادي نضيف ليها، كنضيف البصله اللي مقطعه قطع صغيره جدا. المهم على حسب الكميه اللي عندكم. هنا غادي تكون بصله كبيره. المهم ملي كنضيفها كنبقى نحركها وكنراقبها، كنخلي البصله حتى كيدخلها شويه ديال التحمار. المهم كتشوفوا معايا الطريقه، ضروري البصله خاصها تحمر باش كتعطي مذاق زوين. كتشوفوا درجه الحراره اللي حاطه راه درجه متوسطه. المهم كتلاحظوا معايا اللون اللي بدا كياخد. المهم ضروري هذاك اللون خاص يكون عنده بصله، كيعطي مذاق رائع، وتقريبا هو اللي كيعطينا المذاق زوين لهذا الطبق. المهم دائما تنبقاو كنحركوا وكنراقبوا ونحصلوا على اللون اللي بغينا. اذا دائما كنراقبوا، وهذا النوع ديال الاطباق خاصهم دائما المراقبه ودائما التحريك. اذا ملي كنحصلوا على داك اللون في هذا في البصل، كناخذوا الكبده. ممكن كديروا القياس اللي كيناسب المهم العائله صافي، كنحطها فوق البصله. اذا نضيفوا الكميه كامله ديال الكبده. الكبده كتشوفوها راها مقطعه قطع صغيره. نكمل الكميه كامله صافي، وغاديك الساعات غادي نخلطها مع البصله باش يتجانسوا، ومره كنحرك مع اضافات اخرى. اذا كنحرك نضيف معلقه كبيره ديال القزبر ومعكنوس عندي مجمد. اذا كنضيف ونحرك. معلقه صغيره ديال عندي شاموله حاره، اولا ديروا معلقه صغيره ديال الهريسه. من بعد ضفت شويه ديال الجزر اللي محكوك، تقريبا شي حبه ديال الجزره محكوكه كانت عندي مجمده، وصافي كنبدا كنحرك. ملي كنمزجو مزيان. دائما هاد الطبق ديما خاصو المراقبه. كناخد صلصه ديال الطماطم. الا كانت عندكم حبه ديال المطيشه كطحنوها مزيان وكتضيفوها كطيب معها. المهم انا عندي صلصه واجده، درت 4 ديال المعالق. وهي من الافضل يعني تقدروا تخليو صلصه ديال الطماطم حتى يطيب عندكم طبق كامل اللي يدخل طياب، يعني في الكبده وفي الجزر في كلشي عاد ديروا صلصه ديال الطماطم. المهم في هذه المرحله فضلت انني نضيفها في نفس الوقت ونخليها باش تشرب مع بعضياتها. اذا غادي نقص درجه الحراره، كنحاول نديرها مهيله. راني ضفت هنايا
بحال لي نص معلقه صغيره ديال الزنجبيل، سكنجبير، وايضا الكركم، وشويه ديال القزبور مطحون، وايضا نص معلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء. كنخلط. اذا كنخليها طيب على نار مهيله. كنعاود نضيف ليها نص كاس ديال الماء تقريبا. من الاحسن يكون ماء طايب، راه عندي الماء طايب. المهم تقريبا نص كاس ديال الماء، وعاد نغطيها ونخليها طيب. تقريبا غادي تاخذ مني شي ساعه ديال الطياب، وكنقلبها. الا لقيتها باقي خاصها الطياب كنزيد ليها تقريبا واحد ربع ساعه. وايضا حتى الا لقيناها نشفات من الماء نضيفوا ليها ماء طايب. المهم دابا هنايا نخليها حتى تغلى، زدت لها شويه ديال درجه الحراره باش تغلى. ملي كتغلى كنغطيها ونقص ليها تاني كنقص ليها درجه الحراره، وكنخليها تزيد طياب. هنا راني كنقلبها، يعني هنا راه دازت المده ديال الطياب تقريبا شي ساعه. ملي كنشوفها مثلا باقي شويه قاصحه كنزيد ليها واحد ربع ساعه، ولكن دائما على نار مهيله كانها مطفيه. كنغطيها ونخليها تزيد شويه صافي. من بعد ملي كطيب كنتاكد مزيان بانها طيب، دائما كنقلبوها صافي كنحطوها. هنايا راني قدمتها مع بطاطا مقليه والدنجال مقلي. المهم الطبق كيجي رائع لذيذ. هنايا راه تقدروا تزيدوا المنسمات بحال ورق الغار، شويه الزعتر، شويه الزعتره. من الاول كنديروهم من الاول مع ملي كتكون البصله، ملي كتقلى البصله كنضيفوها، وعاد كنديروا الكبده والاضافات اللي شناهم جميع. المهم كنقدم الطبق ديالنا بتقديم بسيط. كي قلت لكم راه على حساب عدد افراد العائله كديروا الكميه اللي تناسبكم. المهم هنا غادي نزينها بالبطاطا مقليه والدنجال كيف شفتوا معايا. ان شاء الله الطبق يكون عجبكم وتجربوه. اذا التزيين بسيط، تقدروا ديروا اضافات كيف ما بغيتوا، بحال تزيدوا زيتون مشرمل. المهم الطبق ديالنا هو هذا. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه، والطريقه راها سهله وبسيطه جدا. وبالصحه والراحه، وان شاء الله في وصفه اخرى هي ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. المهم السلام عليكم ورحمه الله وبالصحه والراحه.